الحلقه الاخيره من الموسم الثاني من مسلسل هاوس اوف دراجون نزلت النهارده، وانا بصراحه مش قادر اعرف ازاي هنقدر نستنى سنتين لحد الموسم الثالث. بصراحه انا حابب قوي الاجواء اللي سايبها هاوس اوف دراجون فينا، نفس الاجواء بتاعه المواسم الاخيره من جيم اوف ثرونز، اللي هو بنتناقش بعد كل حلقه، والبوستات او الجروبس بتاعه الفيسبوك بتشير بوستس كتير وحاجات بالطريقه دي. فبصراحه ده انا حابه بطريقه كبيره جدا وحابب الاجواء دي قوي. مع ان الموسم في اوله ما كانش احسن حاجه يعني. المهم دي مش هتبقى مراجعه عن الموسم، دي هتبقى مناقشه للحلقه الثامنه والاحداث اللي حصلت فيها. المراجعه بتاعه الموسم هتبقى باذن ربنا بكره في نفس الميعاد ده. المهم في اول حلقه شفنا ان تايلاند لانستر قابل التحالف الثلاثي اللي ظهر في الموسم الاول، وكولس وديمون حاربوه مع بعض. لو انتوا فاكرين المشهد اللي ديمون فيه خرج وهو شايل حد او القائد بتاع التحالف الثلاثي ده على كتفه، ده نفس التحالف الثلاثي، عشان الموضوع ده ما ظهرش قوي في الحلقه او ما شرحوش بطريقه كافيه. ده نفس التحالف الثلاثي اللي كان في الحلقه دي. والاتفاق ببساطه يعني ان هم هيحاربوا معاهم كولس والاسطول بتاعه، في مقابل في الاخر ان هم ياخدوا الاسطول ده. وبالمناسبه يا جماعه، تايلاند لانستر ده عنده اخ توأم موجود في الحزب الاخضر او كده. ده مش نفس الشخص، يعني تايلاند لانستر مش هو جيسون لانستر. وبصراحه اتهان جامد قوي في الحلقه دي. اتفشخ ضرب من القائده بتاعتهم وفي الطينه، وفي الاخر خلوه يغني. بصراحه اتهان قوي. والمشهد بتاع ان هي بتقول له انا عايزه اولاد منك، ده بصراحه ضحكني بطريقه كبيره قوي في الاخر. يعني تايلاند لانستر شخصيته اضعف بكتير قوي من جيسون لانستر. بنعرف ان ايموند بقى مرعوب من رانيرا، وان هي بقى معاها 3 تنانين جداد وهكذا. وانه حرق مكان اسمه تشيربستون، تشارب بوينت، انا اسف. المهم هم ما وضحوش السبب ده قوي، هل ده بسبب ان المكان ده مؤيد لرانيرا، ولا ده بسبب غضبه، ولا بسبب خوفه، ولا بسبب ايه؟ بصراحه انا ما حبيتش ان هم ما وضحوش السبب. يعني هو عمل كده وخلاص، ولا ده مثلا عشان موجود في الروايه؟ يا ريت الناس اللي قارين الروايه يقولوا لنا في الكومنتات برضه. وان هو عايز يقتل ايجون، وان لاريس بيساعده. انا مبسوط ان لاريس بقى دوره اكبر في المسلسل، مبسوط قوي من ده. زي ما قلت لاريس بيضيف كده حاجه للمسلسل، اللي هو نفس الاضافه بتاعت عقله الاصبع في جيم اوف ثرونز. لو انتوا فاكرين الاضافه اللي انت مش فاهم الشخصيه دي نواياها عامله ازاي وهكذا، ده انا حابه جدا بصراحه من الشخصيه بتاعت لاريس، وضايفه كتير. بس انا عايز اعرف هل شخصيه لاريس مقتصره ان هي تساعد ايجون، ولا ليها دور اكبر من ده؟ يا ريت برضو الناس اللي قارين الروايه يقولوا لنا الموضوع ده، عشان انا مش قادر احدده، ونفسي يكون لاريس دوره اكبر من كده وطموحاته اكبر من كده. ده هيضيف كتير في المسلسل. ومعامله أولف لجيسيريس، بصراحه يا جماعه انا كاره أولف بطريقه كبيره. شخصيته مستفزه كده، اللي هو انت بتعمل ايه يا عم؟ انت قاعد مع الملكه وقاعد مع جيسيريس ويعني بقيت راكب تنين وهكذا. انا حاسس ان هو هيخون الحزب الاسود وهيروح للحزب الاخضر، او حاجه بالطريقه دي هتحصل. يعني انا حاسس ان ده هيحصل عشان شخصيته بصراحه سيئه قوي. وكل ما بيظهر على الشاشه بتعصب، اللي هو يا جدعان حد يجيب سيف ويقتله، يتحرق التنين بتاعه وهكذا. بصراحه ما حبيتش الموضوع ده قوي. وحابب برضو موضوع ان جيسيريس مش ابن مدلل وشخصيته قويه، وخلاه في الاخر يعتذر له. ده انا حابه قوي. والبناء عامه بتاع الشخصيه دي عاجبني، البناء بتاع الكتاب للشخصيه دي عاجبني. ان هو خايف علشان هو عارف ان هو ابن سترونج، وان شعره اسود، خايف على حقه في العرش، وخايف ان الباستر الزوي يكونوا عايزين يحكموا وياخدوا مكانه او دوره وهكذا. ده حابه قوي. ورانيرا لما جت المشهد اللي هي بتكلم فيه كولس، حاسس ان هي عرفت ان ادم هو ابن كولس. يعني حاسس من الكلام كده ان هي عرفت ده. بس عامه دي تفصيله مش هتفيد او هتاخر في حاجه، يعني كده كده مش هتقدر تعمل حاجه. ولما قال لها انا بعمل كل ده عشان رينيس، بصراحه الموضوع ده ضحكني قوي، يعني حرفيا قصف جابتها بطريقه كبيره. ويبان قد ايه ان ايموند متوتر تاني لما راح لهيلينا وطلب منها ان هي تكون معاه في الحرب، وان هي تسوق التنين بتاعها او تركب التنين بتاعها دريم فاير وتروح معاه الحرب. والتعصب اللي هو كان فيه، او العصبيه او الخوف او التوتر اللي هو كان فيه. موضوع بقى ان كريستيان كول عنده اكتئاب، ده بصراحه موتني ضحك. يعني مش عارف انتوا خدتوا بالكم ولا لا، بس في المشهد ده باين ان هو مكتئب او عنده اكتئاب بصوره كبيره. ده انا حابه، انا حابب الجانب ده، يعني جانب مضحك شويه بالنسبه لي. بس في نفس الوقت انا كاره الشخصيه دي. يعني انا عارف ان كل اللي قروا الروايه عارفين ان الشخصيه دي في الروايه جامده جدا وقويه وبتخلي ناس تحكم وناس ما تحكمش وهكذا. بس في المسلسل بصراحه مبنيه بطريقه مش عجباني، ومش حابب الشخصيه دي، ومش حابب ظهورها على الشاشه نهائيا يعني. والشخصيه بتاعت اخو اليسنت او جواين هايتاور، حاسس ان هو بصراحه
ملوش دور او مش مهم، يعني مش حاسس باهميته قوي، حاسس ان هو بس بيفرش لكريستيان كول، فما حبيتش ده. علشان برضو الناس اللي قالت الروايه قالت لي ان هو شخصيته اقوى بكتير في الروايه وهكذا. وبنعرف ان رانيرا عايزه تهاجم وهي معاها الافضليه ومعاها الثلاث تنانين وهكذا. وبصراحه زي ما قلت شخصيه اولف مضايقاني، وحاسس ان هي مش هتروح معاها او هتهرب او حاجه بالطريقه دي، وده تتوقع بالمناسبه. حلم ديمون يا جماعه خطير، يعني بالنسبه لي ده افضل جزئيه في الحلقه، بيحكي على حاجات كتير قوي. شاف الوايت ووكرز، وشاف دينيريس، وشاف رانيرا وهي ماسكه او حاكمه او بقت ملكه، وشاف اهم حاجه في الحلم ده، الغراب ذو الثلاث عيون الاول اللي هو ظهر يا جماعه في جيم اوف ثرونز، كان بيحاول يدرب بران. ده نفس الشخص، وده اسمه بالمناسبه يعني بريندن ريفرز او الغراب الدامي. وده دوره هيكون كبير قوي في المسلسل. انا للاسف اتحرق عليا دوره بس مش هحرقه عليكم يعني. وده هو اللي ظهر في جيم اوف ثرونز زي ما قلت، ودرب بران ان هو يكون غراب زيه. ونشوف ان هيلينا دورها اكبر بكتير من اللي احنا فاكرينه، وان هي مجرد ضحيه. لا، دي هيلينا يعني حرفيا ويتش او ساحره او حاجه بالطريقه دي. شفتوا لما كانت بتكلم ديمون في الحلم وبتقول له انت دورك انت عارفه، وفي الاخر جه مشهد اللي ديمون بيكلمها فيه بالليل، بتتكلم مع الهواء او بتتكلم مع الجو، يعني هي مدركه اللي هي بتعمله او مدركه للموضوع ده. بصراحه انا حبيته قوي. الحلقه دي يا جماعه كانت تحفه، كانت خرافيه يعني، وفيها جوانب كتير بتفرش لقدام بصوره كبيره، فده انا عشقته، حبيته قوي يعني. وقالت لايموند للاسف هي بتحرق علينا، ده انا مش حابه، ان هي تحرق المسلسل بصوره كبيره. يعني للناس اللي شافوا فايكنجز كان في ساحر او ويتش برضه او هكذا بيحرق علينا الاحداث في فايكنجز لو انتوا فاكرين. للناس اللي شافته يعني دي واخده نفس الدور، اللي هو انت قالت له بصوره صريحه انت هتموت في منطقه عين الالهه. ده انا ما حبيتوش بصراحه ان هي بتحرق وهكذا. يعني في ناس كتير اتحرق لها الموضوع ده، وفي ناس مش عايزين يتحرق لهم حاجه يعني هنلاقيها من كتاب الروايه ولا من الشخصيات نفسها اللي في المسلسل. بنشوف بعدها ان ديمون كون جيش كبير جدا، وان رانيرا راحت لديمون علشان تعرف اذا كان لسه معاها وفي جانبها ولا لا. وبنعرف ان ديمون في جانبها وركع لها وقال لها انتي الملكه بتاعتي، وان اخويا اختارك وانا هختارك وهكذا. وده حبيته جدا ان هو هيضيف لشخصيه ديمون. بصفه عامه يعني انا مبسوط يعني في الاخر انا كنت طبعا متضايق من الجانب بتاع ديمون ان هو ملوش دور كبير، وان ان هو محصور في الحته بتاعه هيرن هول والاحلام وهكذا. بس في الاخر عرفت السبب، يعني مع انه معمول بطريقه مش افضل حاجه، بس في الاخر ده لبناء الشخصيه بتاعه ديمون، ان هو يخش الحرب وان هو يفهم الدور بتاعه، يبقى البناء بتاع الشخصيه ده اكتمل. فحبيت الموضوع ده في الاخر. مشهد ألين بقى يا جماعه وهو بيكلم ابوه كولز بصراحه خرافي بالنسبه لي، والبناء بتاع الشخصيه دي بصراحه جامد قوي. وانا متضايق لو دوره قليل او دوره مقتصر على الموضوع ده. انا كان نفسي يكون مكان ادم يركب تنين او هكذا. عايز دوره يكون اكبر عشان البناء بتاعه قوي جدا، والحزن اللي في الشخصيه دي او هكذا عاجبني بصوره كبيره قوي. وبنشوف ان رين تارجيريان بتروح في رحله كده علشان تروض تنين بري. وبالنسبه يا جماعه على حسب معرفتي، يا ريت برضو تاكدوا لي في الكومنتات، ده تقريبا اول تنين بري هيتروض، وفي الاغلب كده هيتروضوا. التنين ده اسمه تشيب ستيلر، تمام. فانا مبسوط قوي من الجانب ده، وغالبا التنانين البريه اقوى من التنانين اللي التارجيريان بيركبوها او هكذا، فده جانب مهم قوي. بعد كده بنروح لاخر مشهد وبنشوف ان اليسنت بتروح لرانيرا عشان تعرض عليها الاستسلام، او ان هي تسلمها الحكم او تصلح الغلطه اللي هي غلطتها. وبتديها زي خطه كده ان هي تكون معاها او تقف معاها او هكذا. الجانب ده انا حبيته قوي بصراحه، ان هي هتقف في صف رانيرا في الاخر. بس طبعا متوقع بنسبه 100% ان ده مش هيتم، وان ده مجرد خطه او حاجه بالطريقه دي، وبسببها هتموت اليسنت. انا مش بحرق عليكم، انا ما اعرفش، انا فعلا ما اعرفش. بس انا حاسس ان ايموند بسبب الخطه دي او هيعمل خطه بديله مع كريستيان كول وهيقتلوا اليسنت بسببها. بس عامه انا حبيت المشهد ده قوي، وحاسس ان هيتبني عليه حاجات في الموسم الثالث كتير. في الاخر بقى يا جماعه بيجي الساوند تراك الاخير. اوف يا جماعه الساوند تراك الاخير جبار بطريقه مش طبيعيه، وعجبني قوي قوي. وبصراحه المشهد بصفه عامه جامد، ان هم بيستعدوا للحرب وهكذا. المشهد ده عجبني بصوره مش طبيعيه يعني. وكذلك الفرسان، وشوفنا الهيبه يا جماعه بتاعت الفرسان او الباسترز جامده قوي. بالذات الشخصيه اللي احنا مش فاكر اسمها، بس اللي احنا شفناها اللي هي هتركب فورمسور. انا حبيت المشهد ده قوي، وزي كنا متوقعين ان هم بيمهدوا للموسم الثالث. وانا يعني بصراحه يا جماعه متحمس للموسم الثالث بطريقه مش طبيعيه، ومتحمس للحرب دي بطريقه مش طبيعيه.
بس حلقه كانت حلوه جدا في كل حاجه، حرفيا كل حاجه كانت في ذروتها وفي اقصى مراحل الحاجات الكويسه اللي فيها يعني. كان ناقص بس شويه اكشن، شويه يعني بدايه الحرب مثلا او حاجه بالطريقه دي. كان هتبقى افضل بالنسبه لي. تقييم الحلقه دي هو 9.5 من 10، من افضل الحلقات بالنسبه لي. هي تاني افضل حلقه بعد الحلقه الرابعه. الحلقه الرابعه كانت افضل بالنسبه لي من الحلقه دي، وده رايي. متوقع ان الموسم الجاي هيكون احسن من الموسم ده، وهيكون فيه احداث اكتر، وهيكون اسرع في الريتم بتاعه ده. يا ريت لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل. وفي الاخر عايز اشكر صديقي زياد خالد، صديقي واخويا، ده اكتر واحد ساعدني بصراحه. شوت اوت كبيره قوي ليه وللمعلومات اللي هو بيديهاني. شكرا جدا يا زياد، وسلام.